الدار المهجورة، الجزء الخامس. قصة رعب بالدارجة المغربية. من بعد ما اكتشفت سلمى السر الكبير ديال الدار المهجورة، واللي هو أن الجدة أم حبيبة كانت ساحرة قوية وخلات تعاويذ مرعبة في هالدار قبل ما تموت، قررت سلمى تهرب وما ترجعش، ولكن الفضول ديالها كان أقوى من الخوف. في ليلة مظلمة سمعت سلمى خبر عجيب من عند مول الحانوت ديال الحي: وخ دار أم حبيبة مهجورة. البارح شافوا الضوء شع في الدار وصوت مرة كتصوت وتغوت. شدت سلمى الفضول ودارت في راسها ترجع لهالدار، ولكن هالمرة جابت معاها يونس، خالها اللي كان معروف بالشجاعة. في نص الليل دخلوا بجوج للدار ومعاهم فانوس وشمع، حيث الضوء ما كانش. الدار كانت كتحرك، الأرض كتطن، والبرد كيدخل للعظم. وصلوا للصالة اللي فيها المرآة الكبيرة، وفجأة بان وجه في المراية، وجه أم حبيبة، ولكن مش وجهها اللي كانت كتعرفه سلمى. هذا الوجه كان مشوه وعينيها حمرين كالدم. بدأت تهدر من المراية: رجعتي، مشي كلش الأسرار خصها تبان، اللي كيحل باب الغيب كيضيع فيه. يونس شد سلمى وقال ليها: خرجي دابا، ما تشوفيش المراية. ولكن المراية تشققت وخرج منها دخان كحل، وكل شي بدأ يتقلب. هربوا بجوج، ولكن منين وصلوا للباب لقوه مسدود، ما بقات لا مخرج لا منقذ. وهنا وقعت المفاجأة: ظهر طفل صغير لابس بياض وقال لهم بصوت رزين: باش تخرجوا خصكم تكملوا التعويذة اللي بقات ناقصة. وسكت الطفل. سلمى سألته: فين التعويذة؟ شكون انتي؟ جاوبها: أنا ولدي أم حبيبة، وأنا اللي حبست روح ديالها باش ما تأذيش الناس، ولكن دابا رجعت ولازم نكملوا اللي بديتوه.